السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده كده يا حبايبي جايبين سمك هنعمله صينية كده، ونشوف هنعمل الطريقة بتاعتنا ازاي. يا حبايبي انا جايبه السمك اللي هو السمك المكاريلي ده. غسلته كده ونضفته، وطبعا كلنا عارفين التتبيله بتاعته اللي احنا بنعملها ازاي. كنت عامله التتبيله عندي، هي تتبيله الباذنجان، هي تتبيله السمك، اللي هو فلفل وخل وليمون وتوم وكمون. اهم حاجه للسمك الكمون. وكنت جايباها كده عامله التتبيله بتاعته كده، وعملته كده تبلته كده من قلبه. وهنعمل بقى ايه شويه خضار كده على بعض عشان نحطهم كده في الصينيه، ونحطهم على وش السمك بتاعنا. هنعمله صينيه كده في الفرن. جبت بقى بطاطستين بتاع دي، طماطمتين كده، غسلتهم وخرطتهم مكعبات. وجبت بصلايه كده وبتاع ده، جبت جزرايه كده وبشرتها. وجبت قرنين فلفل كده، فلفل رومي وفلفل حامي. عايزه تحطي حامي براحتك، مش عايزه تحطي حطي فلفل رومي. جبته كده وقطعته كده مكعبات. وجبت بصلتين كده برضو خرطتهم وقطعتهم كده حلقات كده، طرنشات كده. وجبت بقى وحطيت كل التتبيله دي كلها على بعضها كده، الخلطه بتاعتنا اللي احنا عاملينها ديت، اللي هو الفلفل والطماطم والجزر والبصل. كل ده حطيته كده على بعضه. واحط بقى التوابل اللي عندك. اهم حاجه للسمك الكمون. حطيت شويه كمون وحطيت شويه فلفل. وكنت حاطه بقى فلفل حامي، مش لازم شطه يعني. لو انت عايزه بقى تحطي شويه شطه كمان حطي، لو انت عايزاه يعني يبقى حامي معاكي. هتقلبي بقى الخلطه دي كلها كده على بعضها زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. بقلبها كلها كده على بعضها اهيت، اللي هو البصل والجزر والفلفل واللي الخلطه دي كلها تقلبيها كده على بعضها. وطبعا السمك بتاعنا كنا غسلينه ومتبلينه. هنجيب بقى صينيه كده ونقطع فيها ايه. هقشر بطاطستين كده واقطعهم حلقات، افرشهم في الصينيه من تحت. اي حبايبي جبت البطاطستين كده وقطعتهم حلقات كده وحطيتهم في الصينيه من تحت عشان احط عليهم السمك. البطاطس دي بحب اعملها كده، بنبقى ناكلها كده بعيش، بتبقى حلوه قوي، بتبقى شربانه من الميه بتاع السمك والميه بتاعه الخلطه بتاعتنا، بتبقى حلوه قوي يعني. احنا بنحبها، بعملها كده يعني. جربيها يا حبيبتي كده معاكي وشوفيها، وجميله اول ما تاكليها كده، او تحطيها على رز ابيض كده برضو تاكليها بتبقى جميله. جبت بقى الخلطه بتاعتنا اللي انا عملتها ديت، الخضار بتاعنا ده، حطيت عليه شويه زيت على الخلطه بتاعتنا ديت، وقلبت كله على بعضه كده. وجبت شويه فرشتهم كده في الصينيه. فرشت البطاطس الاول، عامله البطاطس حلقات كده رقيقه. جبت بقى الخلطة، حطيت بقى شوية كده، شوية على البطاطس في قلب الصينية، فرشتهم كده. وجبت السمك بقى، تجيبي سمكة سمكة وتقومي حشيها من قلبها. بقيت احشيها بقى من قلبها كده واروح حطها كده ببعضها. جبت بقى السمك كلته كده وبقيت احشيه من قلبه كده، ملاه على اخره، واروح حطاه. ما فتحتهوش كده، لا انا سبته زي ما هو، وبقيت احشيه كده من قلبه واحطه. اللي وصل بقى معايا لحد هنا يا حبايبي، ما تنسونيش بقى باللايك والشير واشتركوا في القناه. واللي ما يعرفنيش، انا قناه وصفات طبخ فلاحي مع ام مريم. جبت السمك بقى يا حبايبي كده اهو زي ما انتوا شايفين كده. هتملي بقى، تجيبي السمكه تمليها على الاخر كده، مليها الخلطه بتاعتنا ديت وتحطيها. هتحطها بقى في الفرن وتولعي عليها من الفرن بقى من تحت. وبعدين اما تستوي، ما تلاقيها استوت، هي متاخدش سوا، هي بتستوي على طول، بس عشان البطاطس ديت ايه تستوي. هتقومي جايه بقى مولعه عليها الشوايه تحمر من فوق. يا حبايبي كده ايه، عشان السمك كله كده من قلبه اهوت، ورصنا كده ونحطه بقى في الفرن ايه يستوي. هتولعي عليه من تحت، وما يستوي تقومي جايه مولعه عليه الشوايه تحمريه. وبقى شويه خلطه كده نحطهم ايه على وش السمك بتاعنا من فوق، اللي هو الخضار بتاعنا اللي احنا عاملينه دوت. نحط بقى شويه الباقيين كده على وش السمك من فوق، ونحطه بقى ايه في الفرن. ونعمل بقى شويه رز ابيض جنبه. عايزه تعملي رز سمك، تعملي رز ابيض حسب ما انت عايزه وحسب ما بتحبي.
انا عملت بقى شويه رز كده ابيض جنبه، ما عملتش رز اللي هو رز السمك دوت، لا انا عملت شويه رز ابيض كده جنبه. يا حبيبي زي ما انتم شايفين كده، نحطه بقى في الفرن ونعمل بقى شويه رز كده، رز ابيض كده على طول كده، نشوحهم كده على طول، رز ابيض. يا حبيبي بص الصينيه شكلها تحفه بصراحه يعني. نحطها بقى في الفرن ونعمل شويه الرز كده بقى مع بعض. جبت بقى معلقتين زيت كده او معلقتين سمنة حسب ما انت عايزة، او حسب الرز الكمية اللي انت هتعمليها، عايزة تعملي كتير عايزة تعملي شوية حسب ما انت عايزة. انا جبت بقى شوية زيت كده حطيتهم في الحلة، وكنت غاسلة الرز بتاعنا كده حطيته على الزيت بتاعنا، وقلبته كده كلته على بعضه، واحط شوية ملح، ونقلب كده كله مع بعض، ونزوده مية نشوحه كده، نقلبه كده مع بعضه كده يتشوح في الزيت اللي احنا حطيناه. وبعدين تزوديه بقى ميه وتغطيه وتسيبيه لما يغلي، هتوطي عليه ينشف معاكي. انا كنت عامله شويه مش مكتره رز كتير قوي يعني، كنت عامله شويه طبقين بس كده، علشان كنا هناكل السمك، كنت جايبه عيش طري والسمك جه هناكله بعيش، فعملت شويه رز صغيرين يعني. وكنت عامله سلطه برضو، كنت عامله بدنجان. هنعمل بقى السلطه برضو شويه سلطه خضره كده جنب السمك بتاعنا. جبت الطماطم كده غسلتها، وجبت خيار وخرطته كده مكعبات، وجبت بصلايه كده بطاطسايه بشرتها، جزرايه بشرتها كده وجبت الخضار بتاعنا طبعا اللي انت بتحطيه على السلطه كده خرطته، ونحط بقى نحط كل الاضافات دي على بعضها، الجزر والبصل والخيار، نحطه كده كله على بعضه كده ونقلبه على بعضه، ونحط الخضار بتاعه ونتبلها بقى. هتتبليها بقى، تحط لها التوابل بتاعتها، وتحط لها شويه خل وليمونه وشويه زيت. والرز بتاعنا استوى اهو يا حبايبي. كنت غرفت كده فرغت كده طبق وحطيته عشان احط السمك جنبه كده. صينيه السمك يا حبايبي بص تحفه بصراحه جميله، جربوها كده بالطريقه ديت. والبطاطس كانت استوت خالص، عشان كنت مخرطاها طرنشات رفيعه فبتاخدش سوا، بتستوي على طول يعني. جبت بقى الرز كده وغرفت طبق كده وحطيته على طبق التقديم بتاعنا، وهنجيب السمك بقى نحطه جنبه كده اهو يا حبيبي زي ما انتوا شايفين كده. جربوا كده الطريقه ديت وقولوا لي ايه رايكم فيها، جميله بصراحه يعني، السمك متحمر من فوق ومن تحت جميل. والبطاطس بقى والخلطه بتاعتنا اللي في الصينيه ديت، هتاكليها برز ابيض كليها، هتاكليها بعيش كليها، ومع السلطه. وكنت عامله طبق بدنجان كده برضو جنبه، وطبق مخلل. ويا رب اكلنا النهارده يعجبكم بقى، ما تنسونيش بقى باللايك والشير واشتركوا في القناه يا حبايبي. والسمك عايز سلطه، لازم السمك تعملي شويه سلطه جنبه، تعملي رز ابيض، تعملي رز سمك حسب ما انت عايزه تحبي تعملي. الاكل ده اذواق، وكل واحد حسب ما بيحب يعني. والسلام عليكم ورحمه